السلام عليكم، مرحبا بكم في بنة زمان. اليوم إن شاء الله راح نديرو طاجين الجلبانة بالخضر وبربع صدر دجاج فقط، بسيط وسهل وسريع، تحضريه في مدة قصيرة. هيا نشوفوا الطريقة. أول حاجة جبت البلاطو اللي يدخل الفور. أنا كنت قطعت البصل قطع صغيرة، البطاطا أيضا قطعتها مربعات، وهذا الجزر اللي كنت قطعته دوائر، يعني دير زوج حبات من كل حاجة، انت تقدري ديري الكمية المناسبة للعيلة تاعك. الجلبانة بعد ما كنت نقيتها وغسلتها نحطها كامل على الطبق. كما قلت لك حطي الخضرة اللي متوفرة عندك، قادرة تحطي فلفل طرشي، قادرة تحطي البسباس. هذا ربع صدر دجاج، يعني الطبق هذا راهو ما يديش الدجاج بزاف، يعني ربع كفاني وجات بنينة ما شاء الله. نعدلوه كامل هكذا. دوك نروحو نوجدو لاصوص اللي يطيب فيها الخضرة تاعنا. انا كنت جبت الطاس حطيت فيه 5 مغارف زيت، مغرف صغيرة ملح، التوابل المتوفرين عندي فلفل اكحل وكزبر وفلفل احمر، يعني درت من كل حاجة مغرف صغيرة تاع القهوة. زدت مغرف كبيرة طماطم المصبرة، وزدت لهم كاس ماء اللي هو اللي يرفد 200 مليلتر، يكون دافي شوية. نخلطهم كامل حتى يتجانسوا مع بعض. بالمناسبة نحيي جميع النساء الجزائريات، نقولهم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. اليوم عيد المرأة الجزائرية. نكمل نخلط ونولي نصب هذاك الخليط بعد ما تخلطوا التوابل كامل وتجانسوا مع بعض. نصبوا على الخضرة تاعنا من الفوق. انا كنت زدت هنايا نصف كاس تاع الماء، جاني قليل. شمخت ورق الطهي، غطيت به البلاطو، زدت من الفوق ورق الالومنيوم، هكذا نقفل عليهم مليح ونديها للفور اللي كنت شعلته من تحت. هذا طاجين تاعي بعد ما طاب، خرج ما شاء الله روعة. البنة ما نحكي لكمش، يعني الله يبارك بنين بزاف، مع انه حاجة بسيطة لكن في البنة ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. حطوا لي رايكم في التعليقات، اللي عنده سؤال ايضا يحطه راح نجاوب عليكم كامل. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. سلام.